لو عايزة فطار سهل وسريع ومشبع جربي معايا قرص البطاطس بالبيض، وصفة سهلة وسريعة ومكوناتها موجودة في كل بيت، وأي حد مبتدئ هيخش المطبخ ويعمل لنفسه أحلى وجبة. وكمان المدارس على الأبواب هتنفعك جدا، سندوتشات للولاد، وجبة مغذية وخطيرة وطعمها حلو جدا. يلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على النبي العدنان. بس لو انتي أول مرة تشوفيني، أنا مطبخ أم حمزة، ما تنسوش لايك وشير وتشتركي في القناة علشان هتستفادي كتير جدا. يلا بينا خدي فكرة وطبقيها بكرة. بنجيب البطاطس نقشرها ونغسلها ونقطعها صوابع، تكون صوابع رفيعة. بنحط زيت على النار، واول ما الزيت يسخن هننزل بالبطاطس. احنا عايزين نسوي البطاطس هنا نص تسوية، يعني يا دوبك تاخد لون اصفر كده، نصفيها ونطلعها من الزيت على مناديل المطبخ. بحط على البطاطس ملح وفلفل اسمر وكمون، انتي حابة تبهريها باي حاجة تانية براحتك، مفيش اي مشكلة. نركن البطاطس تبرد خالص قبل ما نحط عليها البيض. انا هنا عاملة ما شاء الله كيلو الا ربع من البطاطس، فحطيت 4 بيضات كبار. حابة تزودي البيض براحتك، تقللي مفيش اي مشكلة. بحط على البيض ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة ناشفة. وبعد كده باخد البيض احطه على البطاطس، بعد ما بردت اقلب البيض مع البطاطس. وبعد كده بنحط الطاسة على النار ونحط معلقتين كبار من الزيت. اول ما الزيت يسخن كويس، لازم الزيت يسخن كويس جدا، بنزل بنص كمية البطاطس، وانا هنا بحب احشيها من النص اي حاجه بقى موجوده. انا هنا كان عندي لانشون، حطيت لانشون. لو عندي جبنه موتزاريلا بتبقى خطيره جدا، بسطرمه، سجق، وبتبقى هايله جدا جدا بالسجق. لحمه مفرومه عندك بواقي كده، حته لحمه مفرومه معصجه مطرح صينيه مكرونه، حطيها وافرديها هتبقى جميله جدا. وبعد كده بنزل ببقيه كميه البطاطس. طب انت ما عندكيش اي حاجه او مش حابه ان انت تحشيها، هتحطي البطاطس كلها مره واحده وتسويها كويس جدا. انا بجيب كمان غطا حله كده اصغر من الطاسه، واضغط على البطاطس عشان القرص يطلع معايا متساوي كده وشكله حلو. هنا النار بتكون متوسطة. أول ما ألاقي كده الطاسة بهزها وقرص البطاطس بيهتز معايا، بجيب غطا حلة وأقلب بقى قرص البطاطس، يبقى خطير بالشكل اللي انت شايفاه. برجعها تاني على النار، على نار متوسطة، وكده تمام استوى معايا وبقى تحفة التحفة. خطير يا جماعة، شايفين؟ ما بياخدش وقت خالص. بطاطس عندك في البيت، في البيت، البيض عندك في البيت. خطير جميل جدا جدا، ووجبة مشبعة وسهلة وبسيطة، ومش هتاخد منك وقت خالص. تعملي جنبيها طبق سلطة هتبقى حكاية. ممكن كمان تعمليها سندوتشات للولاد، هتبقى تحفة تحفة تحفة. ما شاء الله تبارك الله، خطيرة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم.